هات موال اهداء للاخ معتز عجيت من هولندا الرحاب طلعت حلب. ايه والله زرعت الورد يا معتز بالقلعه ما صار. ايه والله سقيته بدموع العين ما صار. ومثلك يا معتز لا تربى ولا صار ولا جابت النساء مثلك يا يابا. اوعى تحت الباب انت. كرم شو عم تعمل؟ اوه اشت العالم كلها يا كرم. هذا الشارع؟ كرم لازم يشرح لنا عن الاكل. في له مناطق قصد، في قرآن وفي انجيل. بعد يا شباب بيستلغم. مرحبا، كيفكم؟ بالفلوق الثاني بسوريا، واليوم الفلوق تبعنا عن حلب، وبالتأكيد صورنا الوجهين لحلب. بس هلأ خلونا نشوف كيف رحنا من طرطوس إلى حلب. بدنا ننزل نجيكم شغلة أكيد كل قبل مشوار لازم تعملوا بسوريا، ما تروح على الكازية. تخلي شو؟ هاي الخال. كنا عم نحكي على البنزين، واليوم البنزين 9500 بما يعادل دولار واحد. هون الشاب ما بحب الشهرة، بس لحي الله واحد بده يشتري بنزين اوعى تشتروا من عنده. وقتنا هذا شكله بيشتغل معه. نحن واقفين على الدوار، ما لحقنا نروح نفطر بمطعم، قررنا نجيب اكلاتنا ونفطر بالسيارة. وراح فرجيكم المصاري. للاسف بسوريا هيك صارت المصاري بتحملها بالكيس. وهلا بدنا نروح من طرطوس على الرستان، وبعدين من الرستان على حلب. نحن بطريقنا. هذا جسر الرستان، وهون السد مثل ما انتم شايفين المي. بس هلا مسكر الجسر الكبير لانه عم يعملوا ترميم. يا حزركم ليش مرقنا على الرستان؟ عشان نجيب حموده. مرتك هيك كنت على الشمال. لا مرقنا مشان نجيبه. شفتوا وقت بتعملوا الخير رجعوا لهذا على الرستان. هاي المنطقة اسمها خان شيخون. المدينة الإيرانية كانت معتزة واتجاه شو؟ كرم الخطيب المرشد السياحي بهذا الفلوق. هذا الاتصالات بعد شي 5-10 كيلو كنت بتلاقي في نقطة إيرانية، نقطة حزب نصر الله، حزب الله، والنقطة الثالثة نقطة تركية، بتلاقي غرفة لحالها وعليها علم تركي 3 نقاط. نعم. اتفاق أستانا هو اللي أخذوها الاتراك والمشرمحي رجعت للشعب السوري، يعني باتفاقية الحمد لله سورية إيرانية. منطقة زراعية كثير غنية لأنه تربة خصبة كثير. سامعين؟ كرم عمول هيدي الأراضي كثير خصبة. هون يعني مستنشق طريقنا على حلب إن شاء الله. وصلنا على سراقب حاليا. هذا عمود سراقب، أشهر العواميد بسوريا. شايفين هدول التراب؟ لازم مثل عاملين تلل عشان القناص ما تقدر تصيب الشوفير أو السيارة. قاعد بالسيارة وعم صور بالدرون مشان نشوف مزبوط، بس المنظر يا رب يا رب يطلع نظام. شوف الطاقة الشمسية. هلا هذا اسمه جامع كعب بن مالك، هذا كان جامع تعلمت فيه. المعلومات كلها عن كرم. كلها عندي هلا في عنا بحلب. والله حلوه يا زلمه. ما توقعت كذا. مثل هلا من شوي كنا هي جمعيه ثانيه بس كلها ليك على يمينك هيك لكفر حمراء لتركيا. وهذا هون في جامع كبير، رسول اعظم مشهور. بس بتعرف شو الحلو بالموضوع؟ انه الحديد الساتة مو مسروق. كمان انه ما حدا اجى يسرق الحديد نفس الشام. هون كان الزلمه يجي لهون، مو الزلمه ما حدا بيكون يجي هون. ما كان في حدا يجي. بدنا نروح على الاوتيل نحط الاغراض وبعدين بنكمل التصوير. طبعا على الطريق صادفت شغله، فينا على اشاره المرور في مؤقت. هذا هذا شيء قديم بس كثير حلو. حلب هي المحافظة الوحيدة بسوريا اللي فيها هذا الشيء. الشام مستحيل ما كسر تسيطر. هذا حمصي بده يدافع عن حمص. لا انا ما حكيت. لا معلم كل العالم خير. لا عن جد حمص فيه. الرحمن هي يسارك، هاي اشارة خلي عينك على جامع الرحمن، جامعة اللي راح. ايه ليك اللو. ما شاء الله الله اكبر. استغربت فيه الصراحة بطريقنا على الاوتيل في جوامع كثير بحلب، جوامع وجامعات. حلب مشهورة بالفستق الحلبي والغزلان، يبعثوا للملك لويس الخامس عشر
غزلان وفستق حلبي من حلب، وفي عندي مصدر زبده بحطوه نحط المصادر اكيد كل المعلومات اللي عم نحكيها كانت تتصدر من يكون في وين؟ وصف من تحت. مرفأ اسكندرون اللي كان لحلب. كمان بعد سايكس بيكو الانتداب الفرنسي اعطاه لتركيا، صح. غازي عنتر صار حلب وكذا. ما بقى عندها وصارت بحر. بقى حلب انضمت مع الشام وسيطر عليها الفرنسيين. فهون انضربت بصراحه حلب لما دمجوها مع الشام، لانه هي شيء والشام شيء كثقافه. يعني هون عندنا نحن كرم حلبي متعصب. لا يعني عندك الدولة لا، الحمدانية لا، شيء- مثلا، الدولة شيء الحمدانية هلا بحكي لك بس وصل على خان الجمرك وحتى تجار اوروبا وتجار الهند بطريق الحرير والبهارات وكذا كانوا يناموا يحطوا خيولهم. هلا بورجيك كل شيء، طريق الحرير والطريق كان مركز مهم للصناعة، فنقلوا وقتها معلش خليني لا كمل خليني امسح لوك بحلب. لا بحق لك، بحق نقلوا حلبي وبحق له. نقلوا من طرابلس وقتها بريطانيا وهولندا وبريطانيا وهولندا والمانيا نقلوا القنصليات من طرابلس لحلب وسموها سويسرا الشرق قبل ما يعملوها بيروت. كانت بنوك وقنصليات بالمنطقه ايام بعد الخلافه العثمانيه. وهي معلومات كثير قويه. معلومات رح تخلي الشامي والبيروتي واللبناني زوروا حلب يسبوا لكرم. هاي معلومات عن جد، كل شيء رح احطه بالوصف، لا تفكروا رح تروح هيك المعلومات. عندي ثقه عندي انا بكرم، المصادر وجاهزين. بس لازم نشوف المصادر. هون في سكة قطار توصل لبغداد، وفي شغلة كمان انه المآذن اكتريتها واقعة بسبب الزلزال، لانه هاي المنطقة كلها قريبة من كهرمان منعش. ايوه مرعش كهرمان مرعش. ولك الاربع مآذن واقعة. الزلزال ضرب هون كثير. نحن حاليا اذا بميسرون. عندك حدا متابعين ميسلون ان شاء الله بيرجع بالسلامه. ليك بس كمان حلب القديمه. بس شوفوا كيف بقلب البناية في عالم عايشين مزبطين مثلا بيتهم طابقهم، بس هيك المنظر، ليك الدمار. قبر رخيم والله الله يرحمه يا رب، صار مثل على هضبي. هون هي كانت شرقيه، كانت كلها معارضه. ضلوا لل 2019 طلعوهم قبل 2017 طلعوهم باصات خضر وبعتوهم على الليل. عم يعمل لي هيك سباحه. جاي من طرطوس بدك تسبحني لسه كمان. وصلنا هلا على الاوتيل. معلومات عن الاوتيل. مجهزة بشرف هلا بورجيك مجهز كاتب كل شيء مجهز للفيديو. خلص. عن جد تكون غريبة. فلوق حلب شكله رح يكون اقوى فلوق كثير رح انبسط هلا ان شاء الله. فتنا على الغرفة بس ما بنعرف اي اطلالة منهم. لا والله حلوة. طلعنا من الغرفة بدنا نروح نتغدى بحلب. هون بتحس هذا الدرج لعروس. شو ماشي ماشي اكل لحم. نمشي. شايفين هذا الجامع هلا على الترميم، هذا جامع أمية، هذا فرع حلب. هدول ايرانيين على اساس بدهم يحموه مدري شو. كان فيه قبه فيه قبه حديديه. كرم سوريا بدك تصور فلوج بدك تصرخ. هلا طريق الجامع الاموي على حلب. هاي طريق القلعة، ولأول مرة بشوف القلعة على الحقيقة. هاي القلعة وانت مثل ما شايفين في اولاد صغار عم تعربش، الله يستر. صغار عم تلعب تحت القلعة. طبعا نحن بدنا نروح نوقف مقابل هاي القلعة، هيك هو الوجه تبعها. بس شدني هذا المنظر. رح نوصل بس صراحة العجقة في دمار جنب القلعة كرم. هي عشان خزائن لانه كان قاعد فيها الجيش السوري. ما انتم شايفين هون القلعة، هيك البيوت مدمرة. كمية العالم ما كنا متوقعين هيك الصراحة. كل الشعب جاي ينبسط. أنا ضيعت الشباب، راحت الشباب. يا شباب ضاعت والله ضيعتك انا عبد الله لورا. صوت الموتورات البار. هذا موال اهداء للاخ معتز عجيته من هولندا من رحاب قلعه حلب. اي والله زرعت الورد يا معتز بالقلعه ما صار. اي والله سقيته بدموع العين ما صار. ومثلك يا معتز لا تربى ولا صار ولا جابت النساء مثلك
يابا. أهلا وسهلا حبيبي على الراس. بعد ما خلصنا فنجان القهوة هلا بدنا نحاول نطير الدرون. طبعا انا هذا المنظر ولا مره شفت تصور هيك القلعه، بس ولا مره حد صور هاي الشيء. ورا القلعه، جنب القلعه. حي الشباب. حبيبي والله. لطافة العالم شيء غريب. هلا بدنا نجرب ناكل بطاطا عند القلعه. بس حلبيه مش ايش الكرسي؟ فرجينا اياها، فرجينا شو عم تاكل. هيدي عاي عند القلعه. شو كان؟ جو اسمه؟ ملبن. شق جو ملبن بس حلبيه ملبن. بيختصروا النون مشان اللفظ جو بلبل. جبل رستن. انت عم نخارك مبين قديش طيبه. عم ياكل مسكين وعم ياكل صح. طيبه عند القلعه. شباب حلب احلى شباب. راسي حاطك اخوي. لا يا اخوي انا من حلب اخوي. وانا من الحلب. عشانك بيضك مبين من حلب. هدول الاولاد الفوق لازم ينمنعوا الطلعه لانه خطره كثير كثير. شوف المسافه صح؟ عمول الاولاد الفوق ما لازم يطلعوا لفوق. شو رايك انت؟ في مره انت طلعت لفوق؟ لا كفوت. برافو. لا هو ما لازم يطلع. برافو عليك. شو اسمك انت؟ عاشت الاسامي يا وليد. وليدو. وين رايح وليدو؟ وليد مضيع خاله على البسكليت وضيعه. عليك هذا الجانب الثاني من القلعه. كنت عم بحكي على الدمار اللي جنب القلعه، شوفوا قديش قريب بعض. هذه القلعه وهذا الدمار جنب بعض. سوريا بدون بشار الاسد. هلا نحن محل ما واقفين هون كان في فندق، بس هن مفجرينه من تحت، يعني حطوا قنابل فجروه. عمره 380 سنه كان. ضلوا وين؟ مقابل القلعه. تفجر. وما ادري ليش حفروا تحته. ايه صحيح. رامي كمان عم يقول ما بنعرف ليش حفروا تحته. حافرين زورة، شو لقوا تحت او شو اخذوا او شو صار، اسا ما حدا بيعرف ليش. خلونا هسه نشوف شغلات تانية بحلب. بس ما توقعت اني انبسط كل هالقد بشوفة القلعة الصراحة. كثير انا مبسوط. هذا السوق عمره تقريبا 500 سنة، بس للأسف مسكر. هو جاي مقابل القلعة، بس عم يقولوا انه جوا بيكون الاجواء بتجنن. كرم مقهور ليش مسكر. شو كرم؟ مسكر ولا لا؟ مقفول. اوعى فتحت الباب انت. كرم شو عم تعمل؟ لا يا كرم لا. الله يستر. يا كرم. اوه اشت العالم كلها يا كرم. بلشت العالم تلحقنا يا كرم. عين حرفه، كل حرفه بتختلف عن الثانيه. منوال يدوي اذا بتشوفوا تبع النسيج هيك حط اجره بيدفش خشبه بيرجع ينسج بيعمل نسيج يدوي. كان هون عندك الميزر الحلبي كمان مشهور، نسيج نجاره 49 حرفه. 49 حرفه كان موجوده هون. بس طبعا هذا كمان من محلات الاحتراف. شوف السقف وهي الباب.
هذا السوق الوحيد الباقي مثل ما هو. هذا العلم بكل محافظة صورناه، بس هون حسيته أكبر. وفي تعليق تاني على الشارع لك مكتوب دمشق. أنا بدي أحكي أنا على دمشق ومكتوب دمشق. الشوارع حسيتها بحلب أكبر، وفي شرطة مرور أكتر كمان. مثل ما انتم شايفين هون في نزلات وطلعات مثل ما حكى لنا كرم. باني واقفة إلى 10 سنين قيد البناء وتاركينه، لا بيتكمل المشروع ولا بينتهى. كانوا يسرقوا على اسم المشروع، والله بدنا 3000 كيلو حجر روحوا يسرقوه. جماعة البعث صح، حيوا البعث، شكرا لما قدمتم في سوريا وحلب. هذا دوار باسل. هون كله مرمى دوار الباسل. كان اسمه دوار الباسل. كان اسمه دوار طبعا باسل. ما شالوا باسل عنه. شالوا باسل عنه. هون كان في تمثال لباسل ابن الرئيس السابق المغضوب حافظ الأسد. هاي التاكسي جاي معاكس. ايه معاكس الدنيا كلها، ليك العشقة اللي عملها. بقلب مطعم بحلب. الشباب مبدئيا يجي بالكاميرا لأنه السعر بزيد. فاتنين كل مطاعم حلبية بأوروبا. بس هلا شو؟ هلا بحلب. هلا الأكل للتوضيح، الفلوق الوحيد اللي رح صور فيه الأكل هيك كثير هو الفلوق تبع حلب، لأنه هن أهل الأكل. ما بيخلينا ناكل ميتين من الجوع. والله كذاب، ما جوعانين ما اكلش من الصبح بفطروا هيك. كرم لازم يشرح لنا عن الأكل صحيح. الأكل وصل. كباب بانجان. كباب بانجان. كباب مو كباب. شو؟ كباب. كباب. كباب بانجان. كباب. معجوقة. معجوقة. كباب. 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 خشخاش هذا. خاص. كبة على السيخ. كبة على الصيفية. الصيبية. كباب بانجان معجوقة. شقف. شبه ولا شفت بس كيف بدك تلفظ الكباب؟ كنا بهولندا ويقولوا لنا قولوا نفس الشيء. خلصنا هون. حلبيب الصبر باقي محافظات. شفتوا شو كيف عنصري؟ بيكون عنصري. هي رح نزلها على اليوتيوب. جابون الشباب فئاتوا لكرم. راسي والله. هلا بدنا ننتقل على الفواكه. خلصنا الاكل هيك. هلا الشاي الحلبي. في شغله شفتها. في شغله. عم ناكل هونيك، جينا لهون بدك شو في هونيك؟ بيكون سمك. ما حبيت الفكره. لك احلى عزه واحلى سبسكرايب واحلى متابعين. تطلع عادي اذا اي بالفيديو او هيك. هي مراحب، هي بدلنا كرم. حبيبي والله. بلا كرم بلا شيء. بلا شيء. طالعين هلا مشوار ليلي بعد ما خلصنا من المطعم مثل ما انتم شايفين. بس هون ملعب الاتحاد صايرين هون كلها محلات تجاريه والاجواء الليليه بتجنن. هي الكنيسه الثالثه. طبعا نحن عم نصور بالسياره، مرقنا خلال دقيقه من 3 كنائس وكل كنيسه احلى من الثانيه. هلا واقفين هون عند منطقه مكتوب انتبه خطر، هذا الطريق يؤدي الى مناطق قسد. هيك بتصير بالشمال السوري. كثير برد. حاليا وصلنا عند شارع الخالديه. هون مثل ما انتم شايفين من اكثر الشوارع بحلب فيها كافتريات وشغل شباب يعني. هلا بدنا نفوت نحن لجوا عند الشباب. هاي الشباب ها. هاي شوفوا الشاب الوردي هذا. للتوضيح الشاب رفيق كرم وكانت اول مره بشوفه فيها بحياتي. جينا على الكافتيريا. هون كرم جايب رفقات المدرسه كلهم. احلى شباب والله. والله زينة شباب حلب. هي رامي كمان ومحمد. ويني تبع الطلبات يا احمد؟ لا حدا يجي لهون يا جماعه. كنا ساعه ناطرين لهلا ما حدا سالنا شو شباب. هلا بيجيبوا الطلب بسرعه. هذا هو اللي تاخر بالطلبات. شو نصور عادي؟ شو رايك بالوضع بسوريا؟ شو رايك بالوضع بسوريا؟ عم نعمل مقابلة مع صاحب المطعم طلع جبان. سعيد ليش طولت كل هالقد لأخذت الطلب؟ لانه معكم
هاي اخذنا الطلبات الحمد لله. هلا قررنا نرجع على الاوتيل، بس كرم اهل حلب كثير غريب. كرم ما انه من كرم هذا، لا فكرت انا هذا ما بتحسه حلبي بالاصل. يا باطل عليك. رح نركض ركض على السيارة من البرد. برد بسوريا كثير برد هلا. شوفوا وهلا ريحنا وبدنا نطلع، بدنا نرجع عند الشباب اللي كنا قاعدين معهم. الو وين؟ باي باي. أكثر شغلة مبسوط فيها هي التليفون. في عرس، الجو العام بالاوتيل. هات لنشوف الاطلالة بالليل، وهي حلب والمسبح. بس في مشكلة واحدة، في صوت الأغاني، خايف ما يطلع عليه حقوق تبعه نشر. للأسف بالليل ما فيك تصور تقريبا بسوريا. بحلب، بالشام، بطرطوس، باللاذقية، بالرستن، بتل كلخ، كل المناطق اللي رحنا عليها التصوير بالليل صعب كتير. ولكن رح نطلع نعمل مشوار بالسيارة وشوف شو فيني صور لكم لقطات. بس لهلا أنا كتير مبسوط بحلب، عن جد ما بحس شعور إنه هاي محافظة أنا كان كتير جعبالي إجي زورها، وزرتها والحمد لله أنا مبسوط. وكتير رح كون زعلان إذا حقوق طبع ونشر بدي أطلع على الأغاني. هاي الغرفة تبعتنا وهاي غرفة الشباب. يا معقول هي ما غرفة الشباب؟ لا غرفة الشباب، بس هي ما فيها شباب. هذا التخت لإلكم؟ شوف هاي السحلبات. انت ما معك سحلب؟ كلاوي. هاي الشباب يو وقعت عليك. وين الاوتيل؟ هاي الاوتيل؟ هاي كلاوي. كلاوي بدي اضرب لك موال. انا بالماركتينج حلب ايش بيقولوا؟ كلاوي. بتصير يا كلاوي. اشتروا سحل. لا هيك بدنا نبلش. طيبة كثير طيبة. عن جد طيبة. والله طيبة. مثل ما شايفين هذا المبنى هلا بعد ما خلصنا السحلب فرع حزب حلب. هذا ضله 3 ايام بعد التحرير لقدروا يفتحوا الابواب. شوفوا مثل القلعة بتحسها عن جد محصن كثير. شوف الحيطان. قررنا نمشي بحلب بالليل. طبعا ليك المنظر وين؟ عند الجامع. ال10 المبشرين بالجنة. الشباب نزلوا. طبعا الاجواء بتجنن حتى بالليل. ماشيين على الاوتيل وبنشوفكم بكره. لازم ننام. الوقت متأخر بقى فيني صور. الديكور بجنن. بعد بدي خلي المتابعين يشوفوا حالهم على المراية. وهي انتو. ليش عم تضحك انت عم تتابعيني؟ نط لا يوريك كسر. اوكي انت عم تصور واحد بس فهمني كيف رامي كسر. صباح الخير باليوم الثاني بحلب. هاي المنظر. وهلا خلونا نطلع لبرا عشان نرجع نصور حلب بالضوء. بس في شغله حاب صورة كتير اللي هي ملعب حلب الدولي، من اكبر الملاعب بالشرق الاوسط، ومرت فتره اول ما انبنى كان اكبرهم. بقى هلا رح نروح على الملعب. هاي الكنيسة وهي الجامع. طبعا مثل الشام، مثل طرطوس، مثل حيالله محل بسوريا، الكنيسة والجامع جنب بعض، ان شاء الله بيضلوا هيك على طول. شوف صوت الأذان جنب الكنيسة. بس في شغلة تانية غير صوت الأذان من الكنيسة. شوف شو حاطين بالدوار. شوف ما أحلاها. عندك صوت أذان، كنيسة، حاطين على الدوار صليب وهلال. هو مثل فانوس رمضان وعليه صليب. يعني الصراحة شيء بجنن. الله يخلي لنا اياك يا كرم. طبعا الصوت طالع من هنيك. طب الله يرزقه. يلا هيك صغيري. الغنم مثل ما انتم شايفين، الغنم بنص الطريق.
هي كمان شغلات لازم نلاقي لها حل. لازم تصير عندنا. لا لازم نلاقي لها حل. طبعا جنب الملعب طلع حكي كمان انه هدول الغنم نفسهم اللي شفتوهم مرقت فتره كانوا يخلوهم يفوتوا يرعوا بقلب الملعب جوا. هلا رح نحاول نصور لكم بالدرون الملعب ومنطقه صلاح الدين، صح؟ حمدانيه صلاح الدين. هذا هو الملعب الاولمبي. لك حبيبي والله صحتين. هذا هو الملعب الاولمبي. قصته شوي طويله وفي عليه معلومات كتير حلوه الكل لازم يعرفه. انا برايي هذا ملعب كره القدم وهو ملعب اولمبي، يعني فيك تعمل فيه كذا رياضه. والملعب اللي بهديك الجهه هو اكبر صاله مغلقه موجوده بالشرق الاوسط، هديك لكره السله مثل ما شفتوها انتم كمان كلياتها متدمره. عم وزع على العالم جبني الله يرزقه. وقفنا نشتري هدايا ناخذهم معنا على هولندا. هلا العكس، احنا بهولندا بنجيب هدايا لسوريا، هلا من سوريا لهولندا جبنا شغلات كثير حلوين. ما ندي عاي للمحل والله. ايه وهذا المقطع قاعد عم صوره هيك لاني ناطر محمد ليطلع، قاعد عم يشتري هدايا هو. طبعا الخاطب بيجيب هدايا غير المتجوز، والمتجوز بيجيب غير الاعزب. موتيرات البرد اجا حمودي اجا. شوفوا كيف متجوز، اثنين خاطبين. شوف الاعزب حياته ما احلاها. كرم فرجيني دياتك. هذا لانه اعزب سينجل. بالصف مصرياتي على اكل. فرجيني بطنك. شو رايك الوضع؟ والله الوضع بجنن. حبيت الناس وحلب حبيبي والله ما في ما في اطيب من قلبهم للعالم. وسهلا. لا والله من بعدك يا عيوني. وحياة الله ما في اطيب من قلبهم للعالم. والله هذا يعني لك حبيبي يا كرم. والله نورت بشرفك. بس انا كنت حابب لو بقيان 3 ايام يومين ثانيين نروح نزور حلب ثانية يعني. بس يلا معلش مرة ثانية اكيد للاسف ما عندنا وقت. ايه والله بس رح ترجع تنزل اكيد. ما اعتقد بقى ازور سوريا بدون ما ازور حلب. نحن حاليا وقفنا عند معرة النعمان. للأسف المنظر هون مثل فلوق الشام الصراحة. ما بعرف أي فلوق رح ينزل قبل حلب أو الشام. كمية الدمار هي نفسها تقريبا. هو في دبابات. شوف هو هون قذيفة. هذا صاروخ هيك مقبع الحجر يا زلمة، طلع مكسر الحجر. شباب دست عليهم. الله يستر. دست عليهم خليك محلك. اوه هي أكلة قذيفة كتير قوية يا زلمة. طلق؟ قذايف يمكن. ايه صح. اما ايه والله هدول قذائف الدبابة. هي المحرك تبع الدبابة. جوا طبعا باقي المركبات الحربية. نحن حاليا على الدبابة فوق. شوف شو لقينا، قذائف لسه موجودة بقلب الدبابة. طبعا ليك قديش في دبابات، في دبابات كتير، مركبات حربية، شغلات كلها لها علاقة بالحرب. طبعا يا شباب هلا خلصنا تصوير بالدرون وبعدين عم نمشي نحن بين كل هالآليات الحربية وفي طبعا دمار. بس بدي احب لكم شغله، انه نحن قاعدين عم نمشي هون بس عم نعرف وين عم نمشي. نحن سائلين العسكري اللي مسؤول عن هاي المنطقة، سألناه واخذنا منه تصريح بانه نفوت نصور. يعني نحن بنعرف انه هون ما في ألغام، بس ما بنصح حدا انه يعمل هذا الشيء. يعني انت اذا شفت منطقة مدمرة مثلا مثل هيك هذا البيت او هيك، بدك تتاكد انه انت فيك تفوت تمشي بقلب هذا البيت، لانه ولادين الحرام حتى بقلب هدول البيوت تاركين الغام. كل هدول الاليات هدول قديمين. طبعا هون رافعه او هي لتفتح الطريق او شيء، بس كلياته اذا بتطلعوا انه كلياتهم من موديل السبعينات والستينات واذا ما اقدم. ليك مكتوب الجيش. بس طلع بتشوف المحرك، طبعا اللي بيفهم بالميكانيكي بيعرف هذا الشيء.
اذا بتشوف المحرك او بتشوف كل شيء كلياته هدول قديمين. يعني هني ما بعرف كيف كانوا يشتغلوا. هي الدبابات اللي استخدموها بالحرب العالميه الثانيه بعثوا لنا اياها. بعتوا لنا ايه صح. هلا كنت عم اقول له لرستان لو نازلين الشباب من المانيا وهولندا ليحررونا، عم يقول لي كنا حررناكم لو ليش انطرتوا الجيش الحر ايه والله بسيارات يعني انه ما بعرف. بس هو طبعا بشار الاسد كان عم ياخذ دعم من روسيا. طبعا روسيا هي بتيجي بطياراتها، ايران بتيجي بطياراتها، بس ما حدا كان يستخدم شيء من عنا. لانه ليك عنا مثلا بتشوف طلع الدبابه بتلاقيها، طبعا ما بفهم بالدبابات بس انه مبين انها دبابه قديمه. هي معرة النعمان قصة من جوا. معتز معموله من بيوت يعني، مو انه هيك من ايه هدول انتم اللي شايفينهم هدول كلياتهم هدول بيوت. هلا وين نحن؟ نحن بطريقنا وقفنا كرومة. هذا محل كرم. وقفنا نجيب حلاوة جبن حموية. طب هلا الحماصي رح تسب؟ لا حلاوه الجبن حمويه، انا حلبي. هي حلبي عم يعترف. بس الحمصيه اطيب. جاهز. صح يلا هلا هي قصة. يا فين؟ سلم هدية. والله شكلها حموية. لا حمويه ولا حمصيه؟ انا اقول حمويه. نعم في مفاوضات هون اذا حمصيه ولا حمويه. انا ما اخوي حماصي وابوي حموي بس يا اخي حاط بدون والله حموي. لا مو من سيارة وانت عندنا حمصيه. خلاص امرك معلم، الله يعطيك العافيه حبيبي. طبعا هاي المشكلة من أكبر المشاكل في سوريا. حلاوة الجبن حمصية وحموية. لهلا هسه ما حدا بيعرف. رامي بيعرف. حلبيه. هاي بدنا نصور كمان الشباب هون. يا سلام. ما بس قسم حلاوة الجبن والأقسام الباقية كمان. كليب كامل لإله لحاله. هون ابن العم من بيت النعوس طلع. تعرفنا على كل الشباب. والله معاملتهم ما في أحلى منا. حلوه هون العالم دخيل رب سوريا. يعني. ما بس الحلبية لا والحموية والحمصة والشامي والطرطوسة واللادقاني وكله. يا حرام ليك هون هذا موقف استراحة للأكل لكيف متدمرة. وشوف هونيك شوف ايه؟ هونيك المحطة الحرارية. شوف هون كيف بيبيعوا السمك. صيدينهم من السد تبع الرستة. سمكه حمراء.